للا البي قمر. اليوم جيت باش نحكي لكم على تاريخ قصتها. للا قمر هي واحدة من أشهر النساء في تاريخ تونس الحديث، وعرفت بكونها زوجة ثلاثة بيات من السلالة الحسينية اللي حكموا تونس في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. للا قمر ما كانتش متزوجة مرة برك، بل تزوجت ثلاثة بيات في النظام الحسيني، وهو أمر نادر جدا في التاريخ. الزواج الأول مع محمد الصادق باي سنة 1871، اللي كان يكبرها بحوالي 50 سنة، لكن العلاقة كانت غير تقليدية وما عاشوش علاقة زوجية كاملة. الزواج الثاني بعد وفاة الصادق باي، تزوجت علي ثالث باي سنة 1883، وكانت معاه حوالي 20 سنة، وكان لها نفوذ في البلاد. الزواج الثالث تزوجت محمد الناصر باي سنة 1908، اللي كتب لها مرسوم رسمي يحميها ويعطيها حقوقها داخل القصر. خلال هالزيجات الثلاث للا قمر ما أنجبتش أولاد بالدم، لكن عندها ابن متبنى اسمه شادلي الحيدر. رغم أنها كانت جاية كجارية، إلا أنها أثبتت شخصية قوية، كانت ذكية وفاهمة لدواليب السياسة، عندها قدرة على التأثير والإقناع، وحتى وقت اللي ما كانتش في السلطة مباشرة كانت شخصية محترمة ومعروفة في البلاد. أحيانا المؤرخين يقولوا أن قوتها ما كانتش فقط في الجمال، بل في شخصيتها الذكية وقدراتها على حل الخلافات والحفاظ على استقرار البلاد. توفيت في 31 ديسمبر 1942 في المرسى، ودفنت في جبانة الجلاس بتونس. اسمها بقى مرتبط بالفترة الانتقالية في تاريخ تونس بين الحكم التقليدي العثماني وأيام الحماية الفرنسية. ملخص الحكاية: للا البي قمر كانت امرأة من أصول أجنبية وصلت بلاد تونس، زوجة ثلاثة بيات من السلالة الحسينية، شخصية لها تأثير داخل البلاد حتى في أوقات حساسة من تاريخ تونس الحديث، رمز لقصة حياة غير عادية في سياق مجتمع محافظ. كان تحب حكايات كيف ما هكا وعجبوك تبعنا.